تيس خمسة ذا شوت هي المرأة التي لا تدين بدين سماوي، يعني غير الكتابية. غير الكتابية. طبعا ماذا بك المسلم يتزوج مسلمة، ماذا بك، ولكن إذا كان تزوج كتابية سواء تكون مثلا مسيحية أو يهودية صاحبة كتاب، الزواج بها يجوز، ولكن أقل ما يقال عن هذا الزواج أنه مغامرة غير مأمونة العواقب. لذلك الساكن سؤال يقارن له مارياج ميكست، الزواج المختلط، مشكلة كبيرة جدا خاصة في هذا الزمان، الزواج بالإنترنت والزواج كاين كوارث تحصل في هذا الزواج المختلط الذي يثير على المستوى الواقعي بمنطق الإحصاءات والقضايا المعروضة على مستوى القضاء في الجزائر أو خارج الجزائر، قضايا على مستوى النسب، قضايا على مستوى النفقة، قضايا على مستوى الحضانة، قضايا على مستوى الميراث، وقضايا على عدة مستويات. إذن فالأمر خطير في غادي نيغ وكذاكي أهث يعني سوالين كان سوف لا يشبح يرقم يسوالي كان يخدم الكواغض وكذا إلى آخره، يغال الزواج التجارة والتصق من ديال المغامرة ياكي ندمن، ولكن إلا وندغ وثنفعل ندما ذاين. مرة واحد مسكين تزوج واحدة مسيحية، من بعد ولو عنده ذراري وتربيهم هي على المسيحية، الصالون نتاعو حولته إلى كنيسة، وكي يدخل يلقى يديروا لاميس في الصالون تاعو، هو يروح للكوزينة ولا وين يروح للشومبرا ولا يصلي صلاته. كيفاش يدير؟ هذه زوجته، هذه ولادو، يطلقها، يتحمل المسؤوليات، ما يديرش، عنده امل بالك ربي يهدي ولادو كي يكبروا. مسكين مسكين مسكين. وقد اذن لي بالروايه نقول هذا التعليق باش نبقاو دائما في اطار الشريعه كعبره لمن يعتبر، ولكن كما قال الامام علي بن ابي طالب رحمه رضي الله عنه وكرم الله وجهه، قال ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. يعني أتصل تلوفان قدران باش نكون نرادار باش الدريان نغادر نظار، وربي يهديهم ويهدينا جميعا إلى سواء السبيل. ولكن هذه المرأة إذا كانت كتابية يجوز، غير الكتاب الزواج بغير الكتابية لا يجوز مؤقتا، لأن الكفر ما يبقاش إلى الأبد. ممكن تكون واحدة كافرة تولي ربي يهديها، ممكن تكون واحدة مجوسية تعبد النار، الزواج بها ممنوع مؤقتا لا يجوز، تعبد ثمست مؤقتا، إذا هداها ربي الإسلام يجوز الزواج بها. ممكن تكون صابئة يعني عابدة الكواكب والنجوم، ممكن تكون وثنية عابدة الأصنام تعبد يزرى، ممكن تعبد ثيران، ممكن هندوسية تعبد ثفونست عباد البقر، هذا كذا كاينين. لذلك شريعتنا تريد الحماية، تقول لك خاطيك زوج من السلمة وخلاص، وإن شاء الله ربي يفرع على خير. يعني حتى هذون أيضا يحتاج إلى أيضا رعاية، سيأتي البيان في الوقت المناسب. أنعم خطر إذا احترم الناس الإسلام والله غير يعيشوا في سلام حتى يموتوا. كما يقول الناس بكري، يقول يا المرأة تفرقنا غير الموت حتى تدفنيني ولا ندفنك. وين كاين ما عندهمش فقه بزاف، ما عندهمش، ولكن عندهم رجلة، عندهم كلمة، عندهم نية قبل ذلك، النية قبل ذلك، الأساس هو النية. لذلك أجدادنا وآباؤنا نماذج يقتدى بهم.
هذا هو محل القدوة. رغم أنه سعينا الثقافة تصنع العلم تصنع كذا فلانية الله يبارك وذر في الدنيا كتسمع ونن مثلها أما ثوعار أما السهل لكن يفوي لا أما ذي القرح أما ذي الفرح أما ذي الهنا أما ذي الفتنة أما أين لنا مرحبا يستمع ونن أفوس ذكفوس.